السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. طبعا زي ما احنا عارفين ان الشتاء بيحب المحشي، واحنا النهارده هنعمل مع بعض بقى محشي خاص ومحشي كوسة في الفرن. وهنسلق كده فراخ كده ونعمل منها شوربة وهنشويها في الفرن بتتبيلة مميزة جدا وسهلة جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، عايزاكم بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك وتحطوا كومنت كده جميل زيكم. تعالوا بقى نشوف هنحتاج ايه وهنعمله ازاي مع بعض. احنا اول حاجه معانا هنعملها، انا جبت الفراخ وقطعتها ونقعتها في ميه وملح وخل وليمون، ننقعها كده شويه عشان خاطر الزفاره. معايا هنا بقى كده 3 بصلات متقطعين ناعم، ومعايا بقى هنا كده طماطم معصوره في الخلاط، من كيلو لكيلو ونص على حسب برضو درجه لون الطماطم بتاعتكم. هنبتدي بقى نعمل التسبيكه مع بعض، نحط السمنه او الزيت او الماده الدهنيه اللي انتوا بتستخدموها او الزبده، ونحط البصل عليها كده ونشوحها لحد ما البصل يبتدي اللي هو يدبل او ياخد لون اللي هو الاصفر الخفيف دوت. وننزل عليه بالطماطم المعصوره في الخلاط. تمام كده. انا بقى من الناس اللي بتحب تبهر التسبيكه بتاعتها وهي بتستوي، بتدي طعم حلو جدا ونفس جميل جدا. بحط بقى عليها الملح والفلفل الاسود والكمون ومرقه الدجاج. اللي حابب يستغنى عن مرقه الدجاج برضو تمام شغال مش مشكله. ونحط برضو الملح بتاعنا ونظبطه، ونخلي بالنا برضو ما نزودش الملح كتير، لان لما التسبيكه دي تتسبك وتستوي معايا، الملح هو اللي هيفضل في قلب التسبيكه والميه هتتبخر. تمام كده خلاص، التسبيكه اتسبكت معايا. عرفت منين؟ قوامها كده تخن والميه اللي فيها نشفت والزيت او السمنه عام على الوش. تعالوا بقى نشوف هنعمل الفراخ ازاي. اول حاجه معايا حطيت حله على النار وهنزل عليها بالفراخ. انا الفراخ دي عايزاها تستوي نص سوا، مش هسويها خالص. ليه؟ لان انا هعمل لها تتبيله كده مميزه واحطها في الفرن اخليها تكمل تسويه بها وتتشوي بالتتبيله دي. حطيت الفراخ واحط عليها التوابل، الفلفل الاسود والقرنفل والحبهان والورق اللورا، دي التوابل بتاعتها عشان خاطر ما يبقاش فيها اي ريحه زفاره خالص. واحط بقى عليها بصلايه كده كبيره وطماطميتين. تمام كده. واديها كده تقليبه كده، دي اسمها ايه؟ تشويح. بنشوح الفراخ، بنشوحها عشان خاطر ميبقاش فيها اي دم او اي حاجه، اي ريحه مش لطيفه كده زي ما انتم شايفين كده. ببتدي ان انا اقلبها كويس جدا على الجنب التاني. وبعدين ببتدي ان انا ازودها ميه عشان خاطر تعمل شوربه، لان احنا عايزين الشوربه عشان نسقي بيه المحشي. بس برضو هرجع اقول لكم ما نسويش الفراخ قوي. تمام، يا دوبك تاخد غلوه مع الميه. خلاص الفراخ اتشوحت معايا، ببتدي ان انا اغطيها ميه واغطي عليها. خلاص. دي بقى ايه معايا هنا؟ 3 فصوص توم وبصلايه وقرن فلفل اخضر وطماطميتين 2 كبار معصورين في الخلاط. دي التتبيله اللي احنا هنشوي بيها الفراخ. على ما الفراخ تاخد غلوه مع الميه هنعمل التتبيله. ودي مرقه دجاج. تمام كده. ومعايا بقى ايه؟ معلقه فلفل اسود ومعلقه كده كبيره خل، وبرده معلقه كده كبيره زيت. تمام كده. ده بقى الخس اللي احنا هنحشيه مع بعض. زي ما انتم شايفين كده باخد الخصايه اللي ورقتها كده طويله ومفروده، بناخد بقى القشر بتاعها زي ما انتم شايفين كده اهوت. بنقشر اقصد الخس كله. بنمسك ورقه ورقه من الخس ونقشره كله زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه دي. لازم تكون الخصايه طويله كده ومفروده عشان خاطر الورق بتاعها يبقى مفرود ونعرف نحشيه كويس مع بعض. خلاص بقى كانت الفراخ خدت غلوة وعملت شوربة، طلعتها وحطيتها في صاج يتحط في الفرن. دي بقى التتبيلة اللي ضربناها في الخلاط، الطماطم والثوم والبصل والفلفل الأخضر والمرقة الدجاج والزيت والخل. أحط عليها معلقتين 2 كبار صويا صوص ومعلقة دبس رمان، وطبعا كوباية كده كبيرة شوربة. تمام كده. وأقلبها وأظبط الملح بتاعي. زي ما احنا عارفين الأكلة أذواق، فمش هربطكم بكمية ملح معينة. تمام كده. واكون طبعا مسخنة الفرن عشان خاطر ادخل الفراخ على فرن ساخن. خلاص كده. وابتدي ان انا احط بقى على وش الفراخ دي كلها كده، اوزع بقى التتبيلة ديت. احنا اتفقنا ان الفراخ دي هشيلها من على البوتاجاز من الشوربة نص سوا، ما تكونش مستوية او يا دوبك تعمل شوربة واروح شايلاها ايه من الشوربة بتاعتها عشان خاطر هتكمل سوا في قلب الفرن. ودخلتها الفرن خلاص كده. كده بعد الطماطم ما اتسبكت، ده الرز وده الخضار المشكل ودي التسبيكه. واحط عليها بقى فلفل اسود وكمون وبهارات محشي والملح بتاعي طبعا. ما احطش الملح كله مره واحده، بحط الملح كده على فترات. بحط الملح واقلب، بحط الملح واقلب. محشي الخاص ده بالذات بقى لو انتم حابين تحطوا عليه شطه تمام، مش حابين خلاص. احنا هنا في البيت بيحبوا عليه شطه كده خفيفه، سنه شطه كده خفيفه، مع ان انا من الناس اللي ما بتحبش الاكل الحامي طبعا. انا معترضة عن الاكل الحامي، بس محشي الخاص بالاخص كده بالذات يعني بنحط عليه ايه شطه حاجه بسيطه. فردت في الحله اللي انا احشي فيها كده ورق خاص. خلاص كده.
ده ورق الخاص اللي انا هحشيه. جبت ميه كده سخنه، ما تكونش بتغلي، تكون ميه سخنه بس، وحطيت فيها شويه ملح، وحطيت فيها ورق الخاص. تمام كده. طبعا انا كنت شطفت ورق الخاص الاول عشان ما يكونش فيه اي تراب ولا اي حاجه. وهنبتدي بقى نحشي مع بعض. طبعا نشطف ورق الخاص الاول، وبعد كده نحطه في ميه سخنه ما تكونش بتغلي، لانها لو بتغلي هتخلي ورق الخاص دوت معايا اسود زي الطين، معلش في اللفظ يعني. تمام. هنحطه في ميه سخنه، سخنه بس ما تكونش بتغلي، وفيها شويه ملح. وابتدي احشي زي ما انتم شايفين كده، اعمله مثلثات او حجاب زي ما بيقولوا، زي ما انتم شايفين كده، كأن انا بعمل سمبوسك عاديه جدا. على فكره الطريقه دي من اسهل الطرق للمحشي بتاع الخاص. اللي حابب يعمله صوابع ماشي، لكن ده احلى، احلى جدا. نحشي بقى الكوسه مع بعض. الكوسه دي انا عملتها معاكم قبل كده برضو في فيديو محشي ورق العنب والكوسه والبتنجان والفراخ المشويه. حشينا الكوسه بقى، بنحشي 3/4 كده، بنسيب عقله كده، مقدار عقله كده فاضي في قلب الكوسه. ليه بقى؟ عشان خاطر لما الرز يستوي بيزيد، فلازم نسيب المسافه ديت فاضيه في قلب الكوسه او الفلفل، عشان خاطر الرز ما يكونش ني لسه، وتطرد الرز بره الكوسه او الفلفل. خلاص كده حشيت الكوسه والفلفل. الاشكال اللي بتعمل على الكوسه دي من بره بنعملها كده بالمقوره كده، زي ما عملتها معاكم في الفيديو بتاع محشي الورق العنب والبتنجان. تمام كده. انا هعمل المحشي الكوسه دوت في قلب الفرن. انا بحبه جدا في الفرن، ممكن انتم ممكن تعملوه في قلب حله عادي جدا وتسووه زيه زي اي محشي تاني. نحط كوبايتين 2 كده شوربه للكوسه، ما نحط الشوربه كتير لان الكوسه اصلا اثناء التسويه بتنزل ميه منها. واهم حاجه عشان خاطر الكوسه دي تستوي كويس جدا لازم نغطيها بورق فويل او بغطا وندخلها الفرن عشان خاطر تستوي معانا. نحط بقى الشوربه للمحشي الخاص. اهم حاجه عشان خاطر المحشي الخاص ده ما يعجنش منكم، الشوربه تتحط لحد الصباع اللي قبل الاخير، ونحط الشوربه ونهز الحله عشان خاطر الشوربه توصل لكل جزء في الحله. تمام كده. ولما المحشي يغلي معايا ويبتدي ان هو يتشرب الميه بتاعته ويغلي، نهدى عليه عشان خاطر يستوي كويس معانا. تمام كده. خلاص كنت خلصت المحشي. جربوا المحشي بالطريقه دي هيعجب الاطفال جدا، خصوصا الخس، خصوصا برضو الكوسه للناس اللي ما بتحبش الكوسه. في ناس ما بتحبش الكوسه محشي. جربوها كده في الفرن هتعجبكم جدا، واللون بتاعها جميل جدا. ودي الفراخ بقى بعد ما طلعت من الفرن واتشوت جميله جدا ما شاء الله عليها. جربوها. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه بتاعتي وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك وكومنت كده جميل زيكم. وجربوا المحشي دوت اكيد هيعجبكم وهيدفيكم جدا في الشتاء. ويلا بقى السلام عليكم، باي باي.